المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش. واصلين معكم والآن إلى فقرة جريدتي. وقبل ما نسمع الإنتاج الصحفي للنادي الإعلامي جمنة في إطار مشروع جريدتي، خليني نرحب بسي محمد بالحاج عمر عن النادي الإعلامي بجمنة. سي محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك خويا محمد، تحية طيبة لكم ولكل من يسمع ويشاهد في إذاعة سيدة أفام وإذاعة تونس الثقافية. شكرا لك سي محمد. قبل ما نسمع البودكاست تحت عنوان خربكة، هكا ولا لا؟ هاي قبل ما نسمع البودكاست خلينا أعطينا فكرة ساعة على النادي الإعلامي جمنة ومشاركته في مشروع جريدتي. في الأول والله يسعيد برشا خويا محمد بالمداخلة هذه اللي نحب نشارككم فيها تجربة من عمق الجنوب التونسي، من واحد جمنة تحديدا، تجربة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في الأثر. نحب نحط الأمور في إطارها. البدايات كانت منذ سنة 2021 عندما تم تحويل شباب جمنة إلى مؤسسة شبابية من الجيل الثاني، وضمنت عدة فضاءات جديدة، منها فضاء تلفزة الويب اللي هو كان امتداد لصفحة زوم على جمنة اللي أسسناها منذ سنة 2014. حاولنا من خلال هذا الفضاء بالشراكة مع الإدارة العامة للشباب تأسيس نواة إعلاميين شبان بالمنطقة، ونظمنا عدة دورات تكوينية في الغرض، منها تقنيات العمل الإذاعي والتلفزي ودورة في صحافة الموبايل، هذا على سبيل الذكر لا الحصر. في الحقيقة انتجنا جملة من البرامج تعنى بالشأن المحلي، برامج رياضية، ثقافية، دينية، اجتماعية، عدة برامج منوعة أخرى من إنتاج شباب منطقة جمنة، إلى أن تم إعلامنا من قبل الإدارة العامة للشباب أنه تم اختيارنا من ضمن 8 نوادي إعلامية أخرى لخوض تجربة جريدتي مع جمعية الخط. وهذا في حد ذاته تشريف كبير لنا، لأنه يعتبر فرصة على طبق من ذهب وما هيش متاحة للجميع، وإحنا محظوظين. وهني بربي نحب نشكر أخويا وصديقي وزميلي من الإدارة العامة للشباب نجد الخلفاوي اللي كان له فضل كبير في تحت هذه الفرصة. تحب نحكي لك على التجربة متاع جريدتي؟ التجربة متاع جريدتي هي أكثر من مميزة الحق، ونعتبرها مكسب كبير لنا، ونجم نبوبوها ونصنفوها على 3 مستويات أخويا محمد. المستوى الأول يخص الشباب اللي أتاح لهم الفرصة من خلال اكتساب مهارات الإعلام والتواصل، من خلال تعلم أساسيات الصحافة المكتوبة والمرئية، وتشجعوا الشباب على التعبير على آرائهم والتعامل النقدي مع القضايا متاعهم، والتعامل النقدي أيضا مع المعلومة معناه، وحفزوا على الإبداع والتعبير ومن خلال إدماج الصورة والتصميم والكتابة بأساليب مبتكرة معناه. هذا على مستوى الشباب باش يكتسبوا معناها طيلة التجربة هذه. المستوى الثاني نجموا نحكوا هنا أن احنا كإطارات شبابية مشرفة على الفضاءات هذه الإعلامية مكنونا الحق فريق جريدتي من دورات تدريبية في المهارات الحياتية تحت إشراف مكون على أعلى مستوى الحق. وهنا نحب نحيي تحية خاصة المكون سمير الزابي اللي عملنا معاه 3 دورات تدريبية على الليدرشيب والمهارات الناعمة ومهارات التواصل الفعال، واللي عاونتنا الحقيقة في خدمتنا برشا، وعاونتنا حتى في التعامل مع الشباب، معنى كيفاش نتعاملوا مع الشباب ونوصلهم إلى بر الأمان. المستوى الثالث اللي نجموا زاد نحكوا عليه في التجربة بتاع جريدتي، نحكوا على 2 جوانب. جانب ترفيهي ما يخفاكش معنا سي محمد، اللي صارت دورات تكوينية على امتداد الصيف الماضي والصيف القدامه، والحقيقة معنا فريق جريدة فرح بينا ودللنا في نزول فخمة، وما تعرف احنا مناطق داخلية معناها فرصة انه كذلك فرصة الحقيقة فرصة كبيرة ياسر. كل مرة نهزوا 5 شباب معناها من فريق متاع جمنة ومعنا طبعا 8 نوادي الأخرى، والحقيقة كان فيها جانب ترفيهي مميز جدا للغاية. وفما زاد جانب مهم للغاية لازم نذكروه، اللي هو الجانب العلائقي. تو ما عادش نحكوا احنا على 8 نوادي إعلامية، ولينا نحكوا على عائلة متاع جريدتي. توطد العلاقات بين ال8 نوادي، ما تعرفش اللي تو 8 نوادي هي من مناطق مختلفة معناها. بدأت عائلة معناها عملوا معنا علاقات متقدمة، يتواصلوا مع بعضهم الوليدات. احنا كإطارات تعرفنا أكثر على بعضنا،
الحقيقة معنا حتى عائلة جريدتي عاش ديما نركز على كلمة عائلة، لأن بدأنا معناها ما عادش جوانب معناتها تكوين فقط، وإنما جانب حتى إنساني مهم للغاية هذا. وهذا في حد ذاته طبعا مكسب كبير، مكسب للشباب الكل. يعطيك الصحة سي محمد بالحاج عمر. خلينا نسمعوا البودكاست بعنوان خربكة، وبعد يكون معنا نسيم بن حامد عضو في النادي الإعلامي جمنة، واللي يشارك كذلك في إطار مشروع جريدتي. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. مرحبا بكم في أول حلقة من بودكاست خربكة. معكم نسيم، واليوم باش نحكوا على حاجة نعيشوها كل يوم، أما نادرا ما نقف عندها ونسأل رواحنا شنو قيمتنا الحقيقية، وشنو يخلي إنسان يعلى في نظر الناس. هل هو المال، الشهرة، المنصب، ولا الأخلاق والمبادئ؟ البيت الأول من القصيدة يقول: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. المعنى واضح، الإنسان اللي فعلا وصل واللي رتبته عالية بالمعنى الصحيح ما ينجمش يكون حقود، ما ينجمش يكون قلبه ملوث بالحسد والضغينة. أما اليوم نلقوا برشا عباد ولا ترتقي بالمنصب مش بالقيمة، والمشكلة كيف يوصلوا يزيدوا يتكبروا ويولوا يشوفوا الناس بتعالي. ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الغضب عمره ما كان دليل قوة. برشا خسروا علاقاتهم، مناصبهم، حتى صحتهم، خاطر ما عرفوش كيفاش يتحكموا في غضبهم. نعيشوا في وقت فيه الاستفزاز سهل، والهدوء هو التحدي الحقيقي. أما أكثر بيت هزني هو: قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. قيسها على حياتك، قديش من مرة ارتحت الإنسان بسيط عايش بالقليل أما قلبها كبير، وكرهت شخص غني أما ما يعطيش من قلبه حتى كلمة طيبة. المال ما يخلقش قيمة، يخلق فرص، أما القيمة تتخلق من الداخل. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. يعني مش كل شيء يلمع ذهب، ومش كل صوت هادئ معناه القلب هادئ. برشا ناس ظاهرهم طيب، كلامهم مزيان، حركتهم محسوبة، أما وقت اللز تنفذ سمها وتغدرك وانت تبتسم لها. نوصلوا للبيت الأخير اللي هو خلاصة كاملة: ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. المبادئ هذه هي الرصيد الحقيقي، وانت كي تغمض عيونك في الليل وتواجه روحك ما عندك كان ضميرك، لا شهائد، لا رتب، لا تصفيق. في ختام الحلقة حبيت نذكرك ونذكر روحي قبلك: الناس ما تخلدهاش فلوسها، تخلدها مواقفها. والمجد الحقيقي هو انك تكون انسان في زمن صعب فيه انك تكون انسان. وهذه كانت خربقة اليوم. ما تنسوش تشاركوا الحلقة وتكتبوا لنا آراءكم، وإلى اللقاء في خربقة جديدة فيها شوية كلام أما برشا معنى. كانت هذه بودكاست خربكة من أعداد النادي الإعلامي جمنة في إطار مشروع جريدتي. نكمل نختم في هذا السياق مع النادي الإعلامي بجمنة مع نسيم بن حامد، وهو عضو في هذا النادي. نسيم، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. مرحبا يا نسيم. أنت معد هذه البودكاست هذه هكا ولا؟ أي. يعطيك الصحة، عمل مميز جدا. احكي لنا على تجربتك في برنامج جريدتي. باهي. دونك تجربتي مع جريدتي كانت الحق من أهم المحطات اللي في المسيرة متاعي. يعني ما عنديش برشا من اللي
ملي دخلت لجريدتي، مش كيما فما وحدين سبقوني قبل. خلتني نكتشف الحق الصوت متاعي ونفهم شنو يعني تكون قريب من الناس. ما كنتش مجرد يعني انه كاتب ولا نحاول نفهم الواقع. نحكي على يوميات، على تفاصيل صغار يعيشوها الناس ونحطها في كلمات. الكتابة في جريدتي هي اللي علمتني نكون مسؤول ونتكلم بصدق، مش باش يعني نعجب الناس بركة، مي باش نكون معناتها نافع لهم زادة. معناتها علمتني كيفاش الكلمة توصل، كيفاش تولي عندها صدى، وخاصة كيفاش تولي أمانة. وكانت لي طبعا البوابة اللي خلتني ننتقل للبودكاست، خاطر من الكتابة في جريدتي تولدت عندي رغبة باش نسمع صوتي ونخلي الرسائل يعني تخرج مش كان على الأوراق أما زادة في الصوت. هي نجم نقولوا كانت مدرسة هيك نوعا ما، وقاعدة بنيت عليها نجم يكون البودكاست هذايا ولا الفيديو الاخر نتاع اللي عندنا اللي هبط في الباج نتاعنا. نعم. كنت نحكي منذ قليل مع سي محمد بالحاج عمر، وحكينا شوية على الجانب العلائقي في تجربة جريدتي انتم، والالتقاء مع نوادي مختلفة من كافة نواحي الجمهورية. يعني التجربة هذه شنو أضفت لك في شخصيتك، في تكوينك، في المهارات متاعك في الفترة الماضية نسيم؟ الحق هما كي نتقابلوا طبعا نتقابلوا مع النوادي الإعلامية الأخرى في إطار فورماسيونات. الحق ضافت لي برشا، انه اني اول حاجه تعرفت على شباب اخرين من نفس يعني المواهب والحاجات. عندنا حاجات مشتركه، اللي هي الاذاعه ولا الكتابه ولا الاعلام معناتها عامه. نفس الحاجات اللي تعجبنا تلاقينا مع بعضنا هكاكا. وزيد الحق تلقينا تكوين باهي برشا اللي خلانا نكتبوا بالباهي ونتبادلوا الافكار، واصلا تو بقينا اصحاب ونتبادلوا حتى يعني الخدم وكل شيء ونعاون بعضنا. نختم معاك في علاقه بجمنة ككل، اللي تعرفت في فتره من الفترات على واحات جمنة، والتجربه هذيك متاع نجم نقولوا الاقتصاد التضامني. يعني شنو الحاجات اللي انتم كنادي اعلامي تنجموا توصلوهم للي يتابعوا، سواء وسائل التواصل او كذلك على مستوى الاعلامي، عن تجربه جمنة، عن تجربه المنطقه هذيك، عن الحاجات اللي تنجم يعني تكون محفزه بالنسبه اللي يتابعوها؟ هي البيئة متاعنا أول حاجة نجم نقولوا بيئة قاسية شوي معناتها كل شيء، وخاصة التجربة متاع اللي تعدت بها جملة نجموا ننقلوا احنا عبر الإذاعات ولا عبر الإعلام وكل شيء تجربة الصمود متاع جملة. خاطر يعني الحكاية اللي في جملة وكل شيء بين الواحات والكل هي علمتنا كيفاش نجموا نكونوا صامدين أمام البيئة متاعنا ونخرجوا منها برشا حكايات، ونحبوا نوروا العباد اللي ما تعرفش جملة معناتها اللي هي مش واحة بركة، فيها برشا يعني فيها برشا حاجات أخرى، وفيها شباب متكونين، شباب يعرفوا يتكلموا، شباب ناشط وكل شيء. وطبعا هي الواحة هي تمثلنا في كل بلاصة، وطبعا تجربة جملة كما قلت لك هي تجربة صمود قوتنا انه ولا عندنا محتوى اكثر ان نجموا نقدموا للعباد. يعطيك الصحة نسيم بن حامد، عضو في نسيم بن حمد يسامحني نزيد نصلحه، نسيم بن حمد. يعطيك الصحة يا نسيم، عضو في النادي الإعلامي بجمنة. كنا نتحدث على مشاركتهم في مشروع جريدتي، واستمعنا منذ قليل إلى البودكاست إنتاجهم بعنوان خربكة. إن شاء الله موفق يا نسيم أنت والمجموعة اللي معك. باش نختموا لقائنا اليوم في برنامج المشكات بالنصائح وكذلك المعلومات في علاقة بأطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي كالعادة. مدام مريم مرحبا.
مرحبا بكل المستمعين في فقرة جديدة إن شاء الله. اليوم نكملوا في الاستعداد لفصل الصيف والعطلة الصيفية والتهيئة والاحتواء بالنسبة للصغيرات في فترة العطلة الصيفية. بالنسبة لنا نحن حكينا في فقرات سابقة على أهمية أن نحن نخلق توتان بروغرام كامل برنامج لطفل طيف التوحد في عطلة الصيف، خاصة اللي عطلة الصيف ولا فيها 3 أشهر ونصف. نحن لهنا اليوم باش نحكيوا على أهمية التهيئة النفسية وأهمية الاحتواء. قلنا قبل اللي كل طفل طيف التوحد عنده خصوصياته، يعني مش كل صغير كيف الصغير له خصوصيات. فما شكون عنده مشكل اضطرابات في التكامل الحسي، كما يتحسس من الضوء، يتحسس من الحس. يعني لهنا نحن ديما نركزوا على خصوصيات كل طفل طيف التوحد، خاطر أكثر واحد يعرفه هو العائلة. الصيف فيه برشا تغيير، كما قلنا كانوا في المدرسة وكانوا في روضة وكانوا في دي سونتر، فجأة تمشي يلقاو رواحهم في الدار. هذاك علاش يلزمنا نهيئوا الطفل في النفسية متاعه وفي المكان اللي باش يقعد فيه. نحن أكيد باش نخرجوا نصيفوا، باش نمشيوا للبحر، باش نمشيوا للعائلة. لهنا قد ما أنت تحضر صغيرك نفسانيا، تحكي معاه، توريه تصاور مثلا وين ماشيين، شنية أنا باش نعمل، راني كي باش نمشي للبحر، باش نلبس دبشي، باش نهز معايا الألعاب متاع الماء متاعي، راهو هنا باش نلعبوا في الماء، راهو هنا باش نستعملوا الشومبرير. لهنا كالتحضير النفسي اللي هو عبارة على حكاية تحكيها معاه، راهو يحس الطفل أنه ما جاتوش مفاجآت. هكا المفاجأة اللي تجيه مشي هبط للماء لقى فما شومبرير، ينجم أصلا الصغير يخاف من تسكية حاجات كبيرة كيما هكاك الحاجة المنفوخة، كيما الكرة الكبيرة، ينجم يكون يخاف منها. انت لهنا تجيه تعطيه حاجة تخوفه، ومن بعد يجي يعمل لك كريس، تراسلكم مروحين من أول ما خلطته. كيف يتحسس في السنسيبيليتي متاعه متاع ساقه للرمل السخون. نركزوا شوية في الحاجات اللي تنجم تقلب المزاج متاع طفل طيف التوحد. راهو الصيف للعائلة الكل، يلزمنا نخمو في العائلة اللي محتاجة زادة للراحة، وممتو نكون فما توازن بين خصوصيات الطفل واحتياجاته. قلنا قبل ما نبدلوش وقت الفطور متاعه، ما نبدلوش وقت النوم متاعه، هذو ما راهم يفرعسوه. خاطر نحن بالطبيعة باش نسهروا أكثر من اللازم، باش نخرجوا على البحر أكثر من اللازم، نحاولوا زادة نحسوا شوية بالخصوصيات متاعه. نشاركوا العائلة، لازمها الكلها تشترك في الصيف هذايا، الأخوات، البو، الأم، المامي، العمة. ميسالش ماشي متضيف بحذا شكون، نجم تقولوا نجمشي تلقى لي هكا بلاصة صغيرة اللي كي هو يتقلق نحبه مثلا ياخذ النوم متاعه، وإلا ما فيها باس. راهو أنت باش تمشي تزور الأقارب وتكمل في سيرة الرحم، ما فيها باس أنك أنت يعاونوك باش يخلقوا لك مكان ما فيهش ضوء، ما فيهش حس، باش كي تحس صغيرك تقلق تنجم تعاونوا. لهنا راهو الصغير زاده يلزم يشارك في الأنشطة حسب القدرات متاعه. راهو فما أنشطة يدوية نجم نسميوها نحن اصنع بنفسك، خليه يعمل الجاتو معك، خليه يدخل معترك المطبخ معك، خليه يتعلم. لهنا راهو فما حاجات اللي هي تعاونوا باش أنه يتعدى لاضطرابات التكامل الحسي اللي عنده، اللي نحن حكينا المشاكل اللي هي تخليه يعمل بلوكاج معاك في أوقات الأنشطة. راهو الطفل يلزم تحترم الرغبة متاعه وتحترمه كشخصه. وقت اللي يتقلق يعني راهو تقلق، راهو طفل مختلف، ما يعيشش صيف صعب. وقت اللي انت تفهمه، وقت اللي انت تعي بالمشاكل متاعه، كيفاش انت باش تخليها مقطرة ومبلورة سلو احتياجاته. كيف ما ننساوش كلمة التنظيم اللي حكينا عليها قبل، أن نحن ننظموا له الأنشطة متاعه سلو احتياجاته والفترة الزمنية اللي موجودة. حاولوا خرجوهم للطبيعة، كيف راهي عندها وقع خاص. ميسالش يكون عندنا سلحفات في الدار النجم يوكلها، حوتة ينجم يوكلها الصباح، راهو هذوما راهم يعاونوه. نحن نلقاو في أفكار ليكم أنهم هما حاجات في الدار تولي حاجة جديدة في الدار في وقت الصيف، ماهوش غول عندك وإلا عنده هو. لهنا
نحاولوا أن نعملوا أنشطة اللي ما فيهاش برشا فلوس أما فيها برشا وقع على المكتسبات متاع طفل طيف التوحد. هذيك راهو طفل طيف التوحد ما يطلبش المستحيل، يلزمنا طالب منا نفهموه، وطالب منا قبل ما نبرمجوله الصيف فيه كان فلوس راهو يلزمنا نفهموه. كيف الماء ديما راهو عنده وقع خاص على طفل طيف التوحد، راهو السباحة تخدم له الحركة الدقيقة متاعه، الحركة الكبرى، المخ، الارتيكولاسيون متاع الجسم، كيفاش يخمم أنه يغطس ويطلع، راهم هذوما الكل يعاونوه. فرصة أنه صغير يعوم بزايد، فرصة مادامنا في الشتاء جينيرالمون برشا صغيرات ما ينجموش يزوم بالبيسين خاطر يمرضوا، ميسالش هذه فرصة في البحر أن نحن نعلموهم حركات، وميسالش تكون عنا ألعاب أدبتي للماء فيها ألوان دخلتها معايا هيا أصفر أحمر. بالحق نحاولوا نبسطوا، ما نخليوش نحس ماشي معاه شنية باش نعمل، يعني تخاف قبل ما تبدأ. لا، أبداو، حاولوا ما تخافوش. هذه نصيحتي لهم بالنسبة للصيف. إن شاء الله الصيف يتعدى يعني فيه برشا حاجات إيجابية بالنسبة للصغيرات هذوما، انطلاقا من نصائح اللي تقدم فيهم السيدة مريم التونسية الأخصائية التربوية، ومواصلين في ما تبقى من حلقات قبل البرمجة الصيفية للحديث على النصائح هذه وتقديم أكثر ما يمكن من نصائح للعائلات التونسية اللي عندهم صغيراتهم حاملين طيف التوحد ويحتاجوا نوعية النصائح هذه ونوعية خاصة الأفكار المجددة باش ينجموا يعديوا عطلة صيفية مناسبة. شكرا لك مدام مريم. وحاجة أخرى سي محمد، تحت كل إن شاء الله توا باش نوليو حلقة باش نبعث تصاور ودي فيديو صغار هكايا باش هما بيدهم يلقاوها مع الحلقة. نعم إن شاء الله على صفحة إذاعة السيدة FM. شكرا لك. هكا نوصل مستمعين الكرام لنهاية لقائنا اليوم من برنامج المشكاة. تحية للفريق الكامل، أسامة صابر، نجوى الهمامي، محمد البلطي. يتمنى لكم أوقات طيبة وإن شاء الله عيدكم مبروك للجميع. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. السيدة FM إذاعة حقوق الناس مباشرة من المعهد العربي